والله لو قال النبي لا تحتفلوا بيوم مولدي لظننا أنه يتنازل عن حقي فلا احتفلنا، وخالفنا الدليل وقلنا أن الدليل تنازل عن الحق وتقديم الأدب مقدم على الاتباع، فما بالك لا يوجد دليل. في موضوع صلح الحديبية لما قال هذا ما عهد به محمد رسول الله، الجدع الكافر قال له لا، لو كنا معترفين بالرسول ما كانش يبقى في عداء، انت محمد بن عبد الله. يقوم يقول لسيدنا علي وكان يكتبها يمحوها يا علي واكتب محمد بن عبد الله، يبقى بيتنازل عن هذا عشان يحقن الدماء. يوم سيدنا علي يعمل ايه؟ اهو ده امر اهو، يمحوها يا علي، يمحيها، ده امر. لكن سيدنا علي لما علم ان هذا الامر في تنازل عن حقي قال والله ما امحوها ابدا يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ما لموش، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي محاها باسبوع الشريف. يا سلام. يبقى دل على ان ايه؟ لما يكون في امر نبوي يدل على ان النبي تنازل عن حقه، فالمفروض ان الامه تقدم الادب لان النبي كان متواضعا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الصلاة وأبو بكر يصلي بالناس، فعرف أبو بكر ذلك في الحديث طويل فتأخر فقال مكانك يا أبا بكر، بيأمره اثبت مكانك، فأبى، يبقى مرضيش اهو تأدبا. بعد ما خلص من الصلاة قال ما منعك أن تفعل إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأدب مقدم على إيه؟ على الاتباع.